يا مساء الفل. تعالوا بقى النهاردة نعمل شوية كشري مصري بتاع المحلات، حاجة كده بتركات مش هتلاقوها في اي حتة. جبت حلة حطيت فيها زيت وملح، واول ما غليت المية نزلت فيها بمكرونة سباكيتي، مكرونة خواتم بيقولوا عليها. وفي الحلة تانية جنبيها حطيت العدس بكبة ياخد غلو، حطيت معاه ملح وبس. وهنا بقى كنت جايبة حلة عشان نعمل الصلصة، قطعت فيها بصل وطبعا زيت وبصل، وحطيت على قبل ما تحمر بشوية بنزل عليها بفصين توم وبقلب وبعد كده بنزل عليهم بالطماطم بتاعتي، كنت ضربها في الخلاط مع قرن فلفل احمر، وانزل على البصل دي وانزل عليهم بربع كوباية خل. الخل مع صلصة الكشري بيبقى حاجة تانية. حطيت عليهم خل وهقلب وهتبلها دلوقتي بملح وكمون وكزبرة، التوابل العادية بتاعة الكشري. وإذا وصلتي لحد هنا ما تنسيش اللايك الحلو وكومنت، ولو انت على اليوتيوب اشترك في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو على الفيسبوك ما تنسيش تتابعيني وما تفوتش ليا فيديو. هنا بقى سبتهم على جنب يتسبكوا. هنا الرز العدس استوى. هنا جبت حلة حطيت فيها شعرية عشان نعمل بقى الرز. وطبعا ما ننساش الملح اللي بيظبط معايا الشعرية او بيخليها تحمر كلها لون واحد في وقت واحد، وبيديها طعم حلو قوي. هنا طماطم بقى اهي بقت بالنسبة لي كده ما بنسبكهاش مية مية. هنا حطيت فصين توم، دقيت فصين توم وحطيتهم مع الشعرية بتاعة الرز. دي بقى تركاية جربوها هتعجبكم جدا. وطبعا نزلت بالرز اهو، رز الكشري بنحط معاه فصين توم هيوديه في حتة تانية اهو. هنزل بقى عليهم دلوقتي بكمون عشان نظبط الطعم، وهنزل بقى بالعدس بتاعي وهقلب. واذا وصلت لحد هنا ما تنسيش اللايك الحلو وكومنت الجميل وتشجيع لاختكم عشان تكمل. وهنزل بقى دلوقتي كده بالكمون اهو، وهنقلب بقى ايه ده، ننزل بقى بالميه السخنه، وهتسيب الرز بقى يستوي واركنه على جنب. هنسوي التسوية العادية جدا بتاعتنا، بتاعت الرز العادي خالص، لان كده كده احنا سالقين العدس فمش بياخد. ده البصل قطعته وحط عليه 3 معالق دقيق وهقلبه بالمنظر ده. ما بقلبوش بايدي عشان دي ملزقش في ايدي، كده هيتقلب ويبقى وعشان يطلع معاكي مقرمش.